اهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنجرب مع بعض كل الاكستنشنز والبواريك اللي موجوده على شي ان. انا متحمسه جدا للفيديو ده، حضرت له كتير قوي واشتريت حاجات كتير عشان خاطر اعمله. فما تنسوش قبل ما نبدا بس اعملوا لي لايك وانا اوريكم كل الاكستنشنز اللي موجوده على شي ان. يلا بينا نبتدي. بصوا بقى كمية الحاجات اللي انا اشتريت حاجات كتير قوي. فيا رب الفيديو ما يطولش مننا، انا هحاول اختصره على قد ما اقدر، بس انا متأكدة ان الحاجات دي هتاخد وقت في تجربتها، بس ربنا يستر الفيديو ما يطولش. زي ما انتم شايفين كده انا شعري يعتبر اسود، هو بس في الاطراف شويه بيبقى فاتح في الشمس، يعني مش عارفه اذا كان هيبان قوي في الكاميرا ولا لا، بس اطرافه اهي، بصوا اطرافه شويه فاتحه. بس انا ما كانش عندي اوبشن تاني غير ان انا اجيب كل الاكستنشنز والحاجات تكون لونها اسود، علشان يعني انا هنا من هنا اسود، فيا رب تظبط. كل حاجه هطلع لكم شكلها على شي ان هنا كده وانا بتكلم. دي اول حاجه. بصوا انا جبت حاجات كتير قوي بقى قوي. انا ده كان نفسي قوي اجربه. بصوا الاكستنشن ده اللي هو بيكون فيه زي حبل كده شفاف بيتحط هنا، فما بيبانش خالص في الشعر، وبيديكوا المفروض كثافة. بصراحة شكل الشعر شكله خطير، يعني شكله حلو، هو فيه لمعة بس يعني شكله مش فيك قوي. يعني بصوا جنب شعري عادي. انا متحمسه، بس اللي مقلقني شويه انه هنا ما فيهوش اي مشابك خالص، فهي دي بس اللي هتمسكه، فمش عارفه ازاي هتمسكه. خلونا نجرب. يا واو. جماعه شوفوا الكثافه اللي اداها لشعري بجد. 100 من 100، يعني 100 على 10. بصوا بيتشال اهو. جامد. إيه اللي بعده؟ انا قلعت الجاكيت مع ان الجو برد، بس عشان تشوفوا لانه لون الجاكيت غامق قوي فمش مبين. نشوف الاكستنشن اللي بعد كده. ده اعتقد ده كان غرة او قصة او قصة مش عارفة. بص يعني بجد شكله فيك قوي، بس هشوفه شكله عليا عامل ازاي. بيجي من هنا بكليبسة. اوكي. بيتحط ازاي ده بقى؟ طيب المفروض ارجع شعري لورا. متضحكوش متضحكوش. اه زفت. ده زفت الطين ده، علشان لو انت يعني عايزه تقصي قصه وقبل ما تتجنني تحاولي تجربيها فترجعي عن الفكره على طول. بص هو المفروض ليه جناب كمان، يعني اللي هو ليه وشين كده من الجنب. وحشه قوي يا جماعه، بشع. 0 من 10، صفر. اعذروني انا البرد مش مخليني عارفه اقعد بالتيشيرت بس. يلا نشوف الاكستنشن اللي بعد كده. ده اللي هو يعني الاكستنشن اللي بيكون عادي خالص، بيكون كده كليبسات، بس ده لمعته يعني اوفر شويه. بصوا له، بس شكله حلو قوي ولونه حلو. فخلونا كده برضو نقسم الشعر. نقسم الشعر كده. وده زي ما انتم شايفين هو فيه كليبسات، فيه 4. 1 2 3 4. اوكي. ودي زي ما هي ليس. المفروض ان احنا بنعمل اللي هي الحركه دي علشان الاكستنشن يثبت، بنقعد ننكش الشعر بالعكس دي، بس انا مش عايزه اعملها بصراحه. انا مش عايزاه يثبت قوي ان احنا نشيله على طول، بس لو انتوا يعني هتجيبوه وتستخدموه تخرجوا بيه، اعتقد احسن حاجه ان انتوا تعملوا كده اهو. اوكي.
ده الاكستنشن يا جماعه. اوكي، وبعدين هننزل ده واو. كده. انا شعري تقل قوي بس انا حاسه بتقل في دماغي، بس اي حد متعود على الاكستنشن هيحس ان ده عادي قوي. بس الفكره انه ده اكستنشن رخيص قوي قوي قوي، وشكله حقيقي يعني، انا شكله محدش يفرقه عن شعري. يمكن شعري انشف شويه. بصوا بجد ايه ده، شعري تقل وطول فظيع. وطبعا مش قادره اقول لكم انه في كل الالوان، في كل المقاسات، في كل حاجه. الاكستنشن 10/10، ولو انت هتعمليه عند الكوافير كمان هيظبطهولك، يعني طوله مظبوط قوي. هو حلو، مش عارفه اقول عليه ايه. مش عايزه اديله اي حاجه سلبيه، لانه هو شبه الغالي، يعني كانك حاطه شعر حقيقي وهو في الحقيقه شعر صناعي خطير. تحفه تحفه، مش مصدقه. اللي بعده، بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا ما بين كل واحد وواحد بروح اقعد اتفرج عليه في المرايه من جمالهم اللي بعد كده، هو اصلا شكلهم في الكيس تحسهم كلهم حاجه واحده. لو انت بقى عايزه شعرك يكون طويل قوي قوي، بصوا طوله يعني للاخر من الاخر فظيع. متحمسه قوي اشوف شعري لحد هنا. مستعدين؟ يعني باين قوي قوي فرق الطول. لو انت شعرك ما شاء الله طويل جدا، فتقدري ان انت تجيبي ده وتزويه بشعرك. يعني هو مفيش حد شعره طويل قوي قوي كده، بس تقدري ان انت مثلا لو شعرك طويل تجيبيه تخليه بسوا شعرك، هيديكي نفس الشكل، يتأثري منه شوية. لكن هو باين فرق الطول قوي قوي. بصوا، يعني ده حاجة وده حاجة تانية خالص. ف كمان اللون مختلف خالص عن اطراف شعري، لانه ده اسود غامق. بس هو ككواليتي وكشكله حلو قوي، بس هو مش لايق عليا، فده انا هديله 3/5. اللي بعد فانكشن اللي بعد كده، بصوا ده اللي هو البوني تيل. بصوا ازاي شكله تحفة. بيجي كده متقسم على 3 علشان تعملوه ضفيرة مع شعركم، ودي بتتلف كده على التوك عشان تداري الحتة اللي فوق. صراحة يعني الكواليتي بتاعته برضو حلوة شبه الباقي يعني، وشبه شعري، فاعتقد ان هو هيتعمل ضفيرة حلوة قوي. فخلونا ارفع شعري واوريه لكم. اهو رفعت شعري، وده الاكستنشن. برضو بيكون فيه توكة، يعني تقدروا انتوا تستخدموها، بس انا حبيت اخلي الموضوع سكيور اكتر. عادي يعني، انا بلبس توكة بس في شعري، ما بعملش اي حاجة. اوكي، بس هو تقيل قوي دي بنخليها في الاخر، فهجيبها كده هنا عشان ما تتلخبطش مع التلاتة التانيين اهو. اوكي، وهحط معاهم بقى شعري ادخله في وسطهم. وهناخد بقى دي، وهوب. بس محتاجة يعني كانت تبقى اطراف شعري مظبوطة شوية عشان تندمج شوية معاها. بس يا جماعة يعني انا بقى عندي ضفيرة طويلة وتقيلة وجميلة، باين اي فيك خالص خالص خالص. ولو انت شعرك طويل يعني محدش يعرف اي حاجة، لان انت اصلا اوريدي شعرك طويل، بس هي تديله كثافة.
انا لو كان شعري زي الاول كان هتبقى احلى كمان، لانه بصوا بيطلع شويه من هنا كده. بس جميله. انتوا قولوا لي بقى باينه ولا مش باينه، لان انا مش شايفه قفايا. بس يعني انا اديها 9.5 من 10 بس عشان شعري بيطلع منها. مش عارفه يعني اعالج الموضوع ده ازاي. لو عندكم فكره تخلي الشعر كده ما يقعش منها لانه اقصر، اكتبوا لي تحت في الكومنت لو عندكم فكره، لانه بصراحه عجباني قوي قوي. انا حاسه ان انا عندي ضفيره كده تحفه 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 تحفه. يلا اللي بعده. بصوا اللي بعد كده بقى هي ضفيره على بعضها. بس انا بصراحه كنت متوقعاها اطول من كده، عشان اكون صريحه يعني، انه يعني هي اقصر من شعري قوي. مش باينه خالص. ممكن تخلوها لوحدها، وزي ما قلت لكم تلفوا دي عليها كده. يعني هو الشعر هيبقى يعني اتخن من الطبيعي شويه من فوق، لانه محدش بيلم كل ده يعمله هنا. بس لو مستعجله ولا حاجه مش عايزه تعملي ضفيره ومش عايزه تعقدي شعرك اهي. انفخ ذوق بصراحه حلوه قوي. بس كان نفسي تكون، عارفين اللي هي الضفيره الطويله قوي دي بتاعت جورجينا وياسمين صبري، هي دي. بس دي طلعت قصيره شويه، مزعرره شويه. شكلها من قريب حبيت اوريها لكم. شكلها حقيقي يعني يا جماعه، مش شكلها مش فيك خالص. بس شكلها كانها حقيقي. بس هي 10 من 10. اللي بعده. اللي بعد كده اعتقد ان هو بوني تيل تاني. بس اللي هو بتوكة ده، عارفينه؟ الشعر وبعدين مش عارفه بصراحه. انا مش عارفه اعمل ايه، بس هحاول. وده لونه شويه اغمق من شعري في الحقيقه، بس برضو مش باين قوي يا جماعه يعني بجد. اعمل فيهم ايه؟ مفيش حاجه باينه، مفيش حاجه عايزه اقول عليها حاجه وحشه، مش عارفه. حلوين يا جماعه. انا رفعت شعري بوني تيل وحطيت فيه توكة، بس بقى شكله كده، بقى تقيل. يعني بصوا كمان اقدر اعمله كده مثلا. اوكي، اقدر ارفع دي هنا ويبقى شكله مختلف خالص. تعالوا اعملها لكم. اوكي، وهمسكها كده في الشعر. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ خطيرة، بجد خطيرة، حلوة قوي. ايه رأيكم بجد؟ ايه رأيكم؟ قولوا لي لحد دلوقتي ايه اكتر اكستنشن عجبكم، واكتبوا لي تحت في الكومنتس. مش عارفة بصراحة. خطير. بصوا اللي بعد كده نفس الفكرة بس ويفي. انا شعري في الطبيعي بتاعه بيكون شبه كده شوية، هو طبعا مش بيبقى يعني مظبوط قوي كده، بس بيكون فيه شوية ويف. فحسيت ان ده لو انا مش عاملاه سشوار او حاجة يبقى شكله كويس، فعشان كده جبته. وزي ما انتم شايفين برضو هو بتوكة من هنا. اوكي، والمفروض ان هو بيتحط كده، بس يعني عايز ده يبقى تحت شوية، فهنزله تاني. ممكن كمان تلموا الشعر تماما، يعني انا هحاول الم شعري خالص اهو. اوكي، نحط دي بس كده. يعني مش نافعة قوي عشان شعري كتير تحتيها. بس لو شعرك خفيف كمان هتكون احسن، لانه مش هيبقى باين خالص. اوكي، عملنا يعني دي الهوزون ده. هنا مفيش شعري بقى خالص، ده هو بس الاكستنشن بتاعتها طبيعيه. تحسوا ان هي شعر حقيقي قوي 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 قوي. بصوا من قريب بجد يا جماعه، يعني حلول فظيعه فظيعه اهي، وسهله يعني. هي توكه. في بقى للي بعد كده، انا ما حرمتكوش من حاجه، كل انواع الاكستنشن جبتها. دي توكه. عارفين زمان كان في توكه فيها شعر كده؟ عارفينها؟ هي دي. هي بتاعت زمان، بس بصراحه يعني الكواليتي بتاعتها احلى من بتاعت زمان قوي. بس شكلها
قولوا لي ايه رايكم. ده شبه الشعر الحقيقي، يعني شبه الشعر الحقيقي زي بتاعت زمان، التوكه اللي هي الشعر بتاعت زمان. بس دي يعني نادرا لما حد ممكن يعرف ان هي ممكن تكون مش حقيقيه، يمكن حد يبقى متخصص قوي يعني. بصوا انا هرفع لكم فوق شويه عشان تشوفوا شكلها. انا كنت متوقعه بصراحه وانا بشتري الاكستنشنز دي وعماله اختارها انه مفيش ولا واحد فيهم هيليق مع شعري، لان انا شعري الدرجه بتاعته شويه يعني، ولا هي اسود ولا هي بني، يعني اغمق من البني وافتح شويه من الاسود. فمتخيلش ابدا ان ولا واحده من دول هتنفع معايا بصراحه. اهو يا جماعه بجد، يعني في ثانيه انا عملت ستايلينج يعني بجد تحفه. فظيعه. تاتا بوني تيل بقى زي ما بيقول الكتاب، وبرده لايق يعني برده لايق. بصوا ده التركيبه بتاعته مختلفه، انه في هنا بتاع كده وبعدين بيتربط. ف اهو ماشي. بعد كده بنجيب دي كده المفروض وبنحطها هنا. زي ما قلت لكم الحاجات دي كل ما الشعر هنا بيكون اقل، يعني شعرك اخف او اقصر تطلع احلى كمان. بس انا خدت بوني تيل يعني زي ما بيقول الكتاب، مكوى من غير ما نتعب شعرنا نلمه. هوبا هاي بجد هوبا هاي. انا بقول ايه؟ فان انا ممكن شعري نفسه اعمله ضفيره واطلعه من هنا فاهمين، واقوم حاطه كده. حتى الاكستنشن اللي على شكل توكه انا ما سبتوش. انا جبت لكم كل انواع الاكستنشن حرفيا. بصوا معمول فيه لولي كده علشان يعني يبقى شكله فظيع. هو طبعا باين قوي ان هو توكه لان التوكه نفسها باينه، بس يعني حتى لو توكه باينه بس شكله حلو. خلونا نفرد الشعر كده. عايز تعملي حاجه خفيفه فدي حلوه، ممكن كمان نعملها من فوق كده. كل حاجه حلوه كل حاجه. وبس كده، ده كان كل الاكستنشن اللي احنا جربناهم النهارده. انا الفيديو النهارده اتبسطت بيه قوي قوي قوي، وطلعت منه بفوائد كتير وبحاجات كتير قوي هتنفعني كده في الايام العاديه، ان الواحد مثلا ملوش خلق يعمل شعره هيلاقي مليون الف اوبشن. لو عايزين تشوفوا شكلي بوج كامله تعالوا شوفوا الفيديو اللي فوق هنا، هتلاقوني لبست ويج ولونها بلوند. فلو انتم مشفتوش الفيديو بتاع الميك اب بتاع باربي اللي انا لبست فيه الويج اللي لونها بلوند، فهتلاقوها هيطلع لكم فوق هنا، وهسيبه لكم تحت في الديسكربشن بوكس. ولو عندكم اي سؤال عن اي حاجه النهارده جربناها اكتبوا لي تحت في الكومنتس. ويا رب تكونوا اتبسطتوا، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.